السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك. حرفيا ما بنلحقش نريح اهو. النهارده ان شاء الله هنكمل بارت 4 عشان يبقى ده بارت 4 2 ونكون خلصنا ليسن 2 كاملة. بقالنا كده ليسن واحد كده نقعد ننقنق فيه في الاخر، لذيذ جدا. تمام. النهارده هنبدا ان احنا نحل مع بعض بروبلمز، فيلا بقى زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، ورقتك وقلمك والكالكوليتر بتاعتك ويلا بينا. احنا اوريدي المفروض في الفيديو اللي فات انتهينا عند question 20، فيلا بينا بقى نبدا بquestion 22 في البارت ده. Using the chemical equation H2O the vapor the water vapor the gas هيديني ايه؟ H2O ده liquid. طب المنظر اللي قدامي ده كده من بره، انا كنت جاز بقيت liquid، ده اسمه ايه؟ اسمه condensation. سوري، اسمه ايه؟ اسمه condensation. طيب الكوندنسيشن ده يا مس، الكوندنسيشن ده يا مس باخد فيه انرجي، بابزورب انرجي ولا بريليز انرجي؟ هريليز، يبقى ده اكزوثيرميك. طب انا مش عارف، انا مش حافظ، تعالى بص على الساين بتاع الدلتا اتش. الدلتا اتش بنيجاتيف 44 كيلو جول. نيجاتيف دي، النيجاتيف الحلوه ديت اهي اهي اهي، يبقى دي اكزوثيرميك. طيب بيقول لي ايه بقى؟ then heat change، تمام، دلتا اتش فور كوندنسيشن 2 مولز. عايز اشوف لما ابدا ان انا اعمل كوندنسيشن ل 2 مولز ديت هتديني كام؟ تعالى شوف. انا والله بمنتهى البساطه باجي ابص هنا، انا عندي هنا كام؟ ما عنديش حاجه. يعني ايه ما عنديش حاجه؟ يعني عندي 1. يلا بينا. يبقى ال 1 مول هيديني كام؟ هيديني نيجاتيف 44 كيلو جول. يبقى لما اجي اقول لك انا هحرق سوري انا هعمل كوندنسيشن ل 2 مول بقى، هتعمل لي ايه؟ هتقول لي اكس. تعالى احسب لي اكس. يلا. الاكس بتيكوال 2 تايمز نيجاتيف 44 اوفر 1 هتيكوال كام؟ نيجاتيف 88. حلو كده؟ الكالكوليتر بتاعتك معاك ما تنساهاش. يلا بينا على اللي بعده. question 22 from the combustion equation. تمام. تعالوا نشوف الكومبشن ايكويشن لحاجه اسمها الهيدروكربون. يعني ايه مسكلك هيدروكربون؟ ده كيميكال سبستنس بيكون فيه هيدروجين وكربون بس، مش هتلاقي حاجه ثانيه غير الهيدروجين والكربون. طب ايه المنظر اللي قدامي دوت؟ C2H4 بلس 3O2. ادينا عملت الكومبشن اهو، عملت البيرنينج اهو، طلع لي ايه؟ 2CO2 بلس 2H2O بلس اماونت اوف هيت اللي هو 955 كيلو جول. وطب ده اكزو ولا اندوثيرميك يا مس؟ ده اكزوثيرميك. ومن غير اصلا ما ابص على الهيت دي طلعت في البرودكتس ولا في رياكتنت او وات ايفر، انا بقول لك كومبشن، انا بقول لك انا حرقت حاجه، حرقت حاجه بقى طلعت هيت، طلعت انرجي. طيب والتاني طبعا ان السي ب 12 والاتش بايه؟ ب 1. طيب if 84 grams of the hydrocarbon are completely burned، لو انا جيت بقى حرقت 84، طب انا اشوف اصلا فين الهيدروكربون اللي عندي هنا؟ هل ده الهيدروكربون ولا ده ولا ده ولا؟ انا بقول لك ايه، عندي هيدروجين وكربون بس. تعالى دور لي هنا كده، مش هتلاقي غير السي 2 اتش 4، مش هتلاقي عندي غير مين؟ السي 2 اتش 4. طب تعالى نحسبها. السي 2 اتش 4، تعالى هات لي الايه؟ المولر ماس بتاعها. يلا بينا. بتيكوال السي بكام؟ ب 12، يبقى 2 تايمز 12 بلس الاتش بكام؟ ب 1، يبقى 4 تايمز 1. احسب لي انت على الكالكليتر، انا مش هحسب على كالكليتر، انا معايا الورق بتاعي حله فيه زيك. طيب هتطلع هنا بكام؟ هتطلع عندي بكام؟ هتطلع عندي ب 28 جرامز. طيب حلو قوي، انا طلعتها ب 28 جرام زي مثلا. هعمل ايه بعد كده؟ هقول لك ان والله لما انا حرقت 28 جرامز طلع لي 955 كيلو جول. يبقى لما اجي اقول لك احرق لي 84 جرام هتطلع لي كام؟ هتطلع لي اكس. منطقي ولا مش منطقي؟ اكيد منطقي. طيب تعالى نحسبها. ادي الاكس بتيكوال كام؟ 955 تايمز 84 اوفر 28 هتطلع بكام؟ احسبها عندك برضو. هتطلع الاكس عندك بكام؟ هتطلع الاكس عندك ب 2 8 6 and 5. طيب حلو قوي. طلعت عندي بكام؟ 2865 او 2865 كيلو جول. طيب تعالى بقى نشوف هو ده اكزو ولا اندو؟ ما تنساش ده اكزوثيرميك عشان ده بيرنينج. طيب تعالى نشوف التشويسز بقى. The surrounding medium gains 955 كيلو جول. السراوندينج هياخد 955، انا هطلع له 955. لا
انا قلت هطلع له 2865. طيب اللي بعده the surrounding medium loses اداني، هو خسر فادى لمين؟ ادى للسيستم. لا انا ما خدتش حاجه يا جماعه، انا كمس شروق انا ما خدتش حاجه، انا كسيستم ما خدتش حاجه، انا اكزوثيرميك، انا بدي بس. طب اللي بعده the reactant lose 2865. الرياكتنت عملت لوزنج، ده اكزوثيرميك، يبقى دي تمشي والرقم صح. طب اللي بعده the surrounding medium gains 1000 والرقم الحلو ده. لا السراوندنج ما خدش الرقم ده، السراوندنج خد اللي هو ايه ال 2865. لازم احسبها ولازم اركز وانا بحسب، ولازم احسب صح، ولازم اكتب الارقام على الكالكوليتر صح. تمام؟ طيب ما فيهاش نقاش يعني. طيب 23 يلا بينا على 23. by using the following equation. لما استخدم الايكويشن اللي قدامي ديت of burning of octane. طيب انا هعمل ايه؟ هحرق يبقى انا ايه؟ يبقى انا اكزوثيرميك من غير ما اكمل، يبقى ده اكزوثيرميك. هحرق مين؟ هحرق حاجه اسمها الاوكتين. مين هو الاوكتين دوت؟ اللي هو C8H18 وده بيكون ليكويد. طب انا هحرق قد ايه؟ قال انا هحرق 2 مولز. طيب مع قد ايه؟ مع 25 O2 مع 25 molecule of oxygen هيديني ايه؟ هيديني 16 CO2 وهيطلع لي 18 H2O وهيطلع لي amount of heat. الاماونت اوف هيت دي اللهم بارك يعني كبيره جدا، 10900 كيلو جول. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي then the change of الدلتا اتش enthalpy when 4 moles are released from الكربون داي اوكسيد. ركز معايا، هو بيتكلم عن مين؟ هو عايزك تدور على مين؟ عايزك تدور على الكربون داي اوكسيد، عايزك تدور على مين؟ على الكربون داي اوكسيد. يبقى انا لما اجي احسب ماليش دعوه بالاوكتين، ماليش دعوه بال2 مولز بتاعت الاوكتين اللي هو C8H18، ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بمين؟ بالكربون داي اوكسيد. طب الكربون داي اوكسيد هنا كام مول؟ 16. يبقى انا عندي 16 مول من الكربون داي اوكسيد طلع معاه قد ايه من الانرجي؟ 10900 كيلو جول. طب هو عايز يطلع قد ايه؟ عايزني اطلع 4 مولز بس. هيديني كام؟ هيديني اكس. يلا بينا، الاكس بتيكوال 10900 تايمز 4 اوفر 16 هيطلع لي رقم. تعالى كده نشوف الرقم اللي طلع لي ده كام بالكالكوليتر بتاعتك برضو. تعالى كده شوف ايه اللي هيحصل عندي. هيطلع لي الرقم دوت كام؟ 2725 كيلو جول. طيب حلو قوي الرقم اللي طلع لي ده، تحفه، رقم تحفه. طيب هو ده اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ ده اكزوثيرميك يعني من الاخر الساين بتاعت الدلتا اتش المفروض تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تبقى نيجاتيف. يبقى انا لما اجي اختار، طبعا انا مش هختار الارقام دي عشان مش دي اللي طلعت لي، طلع لي دول اللي هو 2725. طب هختار مين؟ هختار اللي بيعبر لي عن النيجاتيف، اللي بيعبر لي عن الاكزو. مين اللي بيعبر عن الاكزو؟ النيجاتيف. يبقى انا هختار دي. تمام؟ ركز معايا في كم حاجه كده لازم اخد بالي منها. لازم اخد بالي ان هو بيتكلم على الكربون دايوكسيد، لازم اخد بالي من عدد المولز، لازم اخد بالي من عدد المولز الموجود عندي في الايكويشن اصلا. تمام؟ ويا ريت يعني يا حبذا قوي لو انت يعني صاحي كده ومفوق في اللجنه تبدا ان انت تعد لي المولكيولز وتتاكد ان الايكويشن دي مظبوطه، لان هو ممكن يغلط ويجيب لك الايكويشن بتاعتك مش مظبوطه. تمام؟ وممكن يكون قاصدها. تمام؟ فعد برضو الايه المولكيولز بتاعتك وراك. يلا بينا على اللي بعده question 24. طيب if the heat enthalpy of the reactant اللي هي الاتش reactant كانت ب 1250 كيلو جولز. طيب and the enthalpy of the products كانت قد ايه؟ 1720. طب هو عايز ايه؟ عايزني بقى اشوف هل ده اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك، والدلتا اتش هتطلع عندي بكام؟ تعالى بص كده. يلا احنا قلنا الدلتا اتش عندي بتيكوال ايه؟ الاتش برودكتس ماينس الاتش رياكتنت. طيب يلا احسبها معايا. 1720 ماينس 1250 هتطلع بكام يا مس؟ ب 470. بوزيتيف ولا نيجاتيف يا مس؟ بوزيتيف. طب بوزيتيف ده اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ اندوثيرميك. يبقى تعالى انا هشيل هنا كلمه اكزو وهشيل هنا كلمه اكزو، يبقى انا هختار ما بين ايه ودي. طيب هختار اكوردنج تو ايه؟ تو الدلتا اتش. الدلتا اتش طلعت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طلعت بوزيتيف لان هي اندوثيرميك، فهتبقى عندي نمبر ايه ان الرياكشن ده الرياكشن ده اندوثيرميك. ليه؟ عشان طلعت عندي ايه؟ ببوزيتيف 470. فاهم كده؟ اللي بعده question 25.
مهم قوي السؤال ده. طيب يلا بينا from the opposite diagram. الدايجرام اللي قدامي دوت بيعرفني الايه الانرجي الحاجات الحلوه دي. طيب the value of delta H. تعالي الاول قبل ما اعرف ادي الرياكتنت وادي البرودكتس. الاتش بتاعه الرياكتنت اصغر من الاتش بتاعه البرودكت. ده اندو ولا اكزو؟ ايه ده اندو، مش محتاجه يعني. حلو كده. طيب الاندوثيرميك رياكشن ده الدلتا اتش فاليو بتاعته قد ايه؟ تعالى نشوف. هو بيقول لي ان الرياكتنت 500 والبرودكتس 300. تعالى احسبها. ادي الدلتا اتش بتيكوال البرودكتس ماينس الرياكتنت. طيب البرودكتس ب 300 ماينس 500 يبقى بتيكوال كام؟ بتيكوال كام؟ 200. اكشلي هي ماينس 200. طيب لما اجي اختار بقى، هل هختار الماينس 200 كده واجري كده على طول واختار الماينس 200؟ لا طبعا ما اقدرش اعمل كده. ليه ما اقدرش اعمل كده؟ لان انا بقول لك انا اندوثيرميك. ركز لي على شكل الدايجرام ده اندوثيرميك. اللي هيختار دي هيتعمل له كده ايه؟ كده، ويتكتب له جنبها زيرو محترمه كده، زيرو حلوه كده. ليه؟ هو استعجل. خلاص انا كده لغيت دي ولغيت دي، بس هو استعجل لان انا طالع عندي ماينس 200 فانا رحت اخترت ماينس 200. ركز، شغل دماغك شويه. انا بقول لك ده اندوثيرميك. عشان كده انا اول حاجه عملتها اول ما شفت الدايجرام قلت اعرف هو ده اكزو ولا اندوثيرميك. تمام؟ يبقى انا عندي الرقم هيطلع كام؟ بوزيتيف 200. ازاي يا مس وهنا نيجاتيف؟ ايوه هي هنا نيجاتيف بالنسبه للي انت شايفه. ليه؟ لان انا مش جايبها لك من اول هنا، انا مش حاسبها لك من الاول. تمام؟ فهي 200. الفرق ما بين الاثنين ده 200، وعشان هو اندوثيرميك فهي بالبوزيتيف. تمام كده؟ طيب هضحك عليك يعني من الاخر يعني. طيب يلا بينا على اللي بعده. Question 26. Which of the following is considered an exothermic reaction؟ مين من دول exothermic reaction؟ تعال بص. الجلوكوز سينثيس ان فوتوسينثيس بروسيس. لما بعمل فوتوسينثيس بروسيس، لا الفوتوسينثيس بروسيس انا كنت بسحب لايت انرجي فدي اندوثيرميك. طيب جلوكوز broken down in aerobic respiration. لما بعمل aerobic respiration كنت بطلع اي تي بي اللي هو الانرجي. اللي بعده formation of ATP from ال ADP. لما اجي اعمل ATP، لا لما كنت بعمل ATP كنت باخد الانرجي دي الزقها في الاي دي بي كده مع الفوسفيت جروب، فلا انا كده حشرت فيها حرفيا الايه الانرجي وانا عايز ان انا اعمل ريليزنج. طيب all the previous لا اكيد طبعا هتبقى ايه؟ بي. تمام كده. اللي بقى 27. in the relationship between the process respiration and photosynthesis process. الريسبيريشن والفوتوسينثيس بروسيس مالهم؟ بيقول لي ده برودكتس اوف الريسبيريشن. البرودكتس بتاعت الريسبيريشن هبدا ان انا استخدمها كرياكتنت في الفوتوسينثيس بروسيس. تعالى افتكر معايا. في الفوتوسينثيس بروسيس انا كنت بحتاج ايه؟ كنت بحتاج الكربون دايوكسيد وكنت بحتاج ووتر. تمام كده؟ in the presence of sunlight اللي هي اللايت انرجي. طب كانوا بيطلعوا لي ايه يا سيدي؟ كانوا بيطلعوا لي حاجتين مهمين جدا اللي هو ال C6H12O6 ومعاها شويه اكسجين. حلو كده؟ حلو. طيب كنت باخدهم الاثنين دول واروح بيهم على الميتوكوندريا. الميتوكوندريا كانت بتعمل ايه؟ تمسكهم ترنهم العلاقه المحترمه، رنتهم العلاقه المحترمه في الايروبيك ريسبيريشن ترجعهم لي تاني الكربون دايوكسيد وهيدروجين وتطلع لي انرجي وتطلع لي انرجي اللي هي الاي تي بي. يبقى هو بيجي يقول لي ان والله يا جماعه البرودكتس بتاعت السيلولار ريسبيريشن، البرودكتس اللي هتطلع لي من السيلولار ريسبيريشن انا ممكن استخدمها واعمل بيها فوتوسينثيس بروسيس. ما استخدمهاش ليه يعني؟ حرام ولا عيب؟ طيب بوث اوكي الميتوكوندريا لا الفوتوسينثيس بروسيس كانت بتحصل في الكلوروبلاست، لكن الايروبيك ريسبيريشن كانت بتحصل في الميتوكوندريا. طيب بوث ريكواير سانلايت. الاثنين بيحتاجوا سانلايت؟ لا طبعا فوتوسينثيس بروسيس بس. طيب بوث اوكير ان اول اورجانيزمز. كلهم بيحصلوا في كل الاورجانيزمز. لا الفوتوسينثيس بروسيس كانت بتحصل في الاوتوتروف بس. اربط بليسن 1 كانت بتحصل في ايه؟ في الاوتوتروف بس اللي هي البروديوسرز اللي هي البلانتس الالجي سبيشالايزد بكتيريا اللي هي البلو والجرين. الله ينور عليك، شطور مذاكر. طيب question 28. The opposite graph represents the change in the energy in the chemical reaction. قبل ما ابص على السؤال، قبل ما ابص على التشويس، قبل ما ابص على اي حاجه تعال نشوف. ادي الرياكتنت وادي البرودكتس. المنظر قدامي ده البرودكتس اعلى من الرياكتنت اعلى من البرودكتس. طالما الرياكتنت اعلى يبقى ده اكزو ولا اندو؟ ده اكزوثيرميك. طب يا مس اكزوثيرميك ده يبقى الدلتا اتش بتاعتي ايه؟ نيجاتيف. حلو كده؟ يلا بينا بقى نبص على السؤال عايز ايه. بيقول لي انهي واحده من دول بقى could be concluded about this reaction. تعال نشوف انهي واحده من دول بقى بتوصف رياكشن. يلا بينا. ده اندوثيرميك رياكشن. لا يا عم ده مش اندوثيرميك رياكشن.
حد الله ما بيننا وبين الحاجات دي. ده اكزوثيرميك رياكشن. ايه الشطاره دي؟ ده اكزوثيرميك رياكشن فعلا اهو احنا طلعناه. طب اللي بعده the change of the energy is positive. لا احنا قلنا طالما exothermic يبقى دي نيجاتيف. طب اخر واحده the temperature of the surrounding medium decreases. السراوندنج ميديم هتقل. عارفه معنى كلمه هتقل دي؟ معنى كده ان الميديم دي بدات تديني انرجي فهي قلت. انا زدت. لا هو ده ما حصلش. يبقى الانسر عندي هتكون ايه؟ الاكزوثيرميك رياكشن. حلو كده؟ يلا بينا اللي بعده. مبروك وصلنا الخرطوم. عندنا الايساي questions. يلا بينا يلا بينا بسرعه. طب السيلولار ريسبيريشن ماله؟ is considered an endothermic reaction. يا ترى ليه السيلولار ريسبيريشن بعتبره endothermic reaction؟ والله يا جماعه بمنتهى البساطه because زي ما اتفقنا قبل كده it release. بتعملي ريليزنج لايه؟ releases energy اللي هي مين يا مثلا؟ الانرجي اللي بتطلع اللي هي الاي تي بي. تمام كده؟ يبقى ده اول سؤال عندي. ليه هي اكزوثيرميك؟ عشان بتطلع لي انرجي اسمها الانرجي ديت اي تي بي. زي الفل. اللي بعده يلا بينا. يلا بقى الكالكوليتر بتاعتك وتعالي لي. يلا بينا. If you know the following reaction take place under the hard condition. الكيميكال رياكشن عشان يحصل محتاج كونديشنز عاليه. طيب بيقول لي ايه؟ ان ال H2O اللي هي الليكويد هتتحول ل H2O solid لميه solid، هتتحول من ليكويد لسوليد وتطلع لي كمان انرجي اللي هي 6.03 كيلو جول بير مول. يعني المول الواحد هيطلع لي الكميه دي من الايه؟ من الهيت. يعني ده اكزوثيرميك من الاخر. ده ان كيس ان انا مش عارف يعني ان الفريزنج اكزوثيرميك. طيب تعال نشوف. calculate the amount of heat lost from 252 grams. يعني هو عايزني احسب بالجرام ومديها لي بالمول. طيب تعالى نحسب الواحد مول من الواتر قد ايه؟ كام جرام؟ تمام يلا بينا. H2O H بكام؟ بواحد يعني 2 times 1 بلس الأو ب 16 عندي واحدة بس يبقى هتيكوال كام؟ هتيكوال 18 جرامز. طيب تعالى نشوف الواحد مول اللي هو ال 18 جرام طلع لي قد ايه؟ 6.03 كيلو جول. يبقى لما اجي اقول لك انا عايز 252 جرامز هتطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي اكس. الاكس هتيكوال ايه؟ بمنتهى البساطه اهي اكس هتيكوال 6.03 تايمز 252 اوفر 18. طلع لي الرقم عندك بالكالكوليتر كده هتطلع عندك بكام تقريبا؟ دقيقة واحدة. هتطلع عندي ب 84.42 كيلو جول. تمام؟ يبقى أنا لما أحرق مش لما أحرق بقى، لما أعمل فريزنج ل 252 جرامز من الواتر هيطلع لي قد إيه انرجي؟ هيريليز 84.42 كيلو جول من الهيت. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده. question 3. compare between الاكزوثيرميك رياكشن والاندوثيرميك رياكشن according to اول حاجه الساين بتاعت الدلتا اتش، تاني حاجه الاتش بتاعت او الهيت بتاعت الرياكتنت والاتش بتاعت البرودكتس. يلا بينا. الاكزوثيرميك عندي الدلتا اتش بتاعت الاكزوثيرميك بتكون ايه؟ بتكون نيجاتيف. ليه يا مس بتكون نيجاتيف؟ علشان الاتش بتاعت الرياكتنت بتكون مالها؟ بتكون اكبر من الاتش بتاعت البرودكتس. لو عايزه ارسم الجراف ادي شكل الجراف اهي. طب انا ليه قلت كده؟ علشان الدلتا اتش عندي لما كنت بحسبها كنت بحسب البرودكت ماينس الرياكتنت. طيب الاندوثيرميك هتكون بوزيتيف. ليه؟ علشان العكس بقى، ان الاتش رياكتنت هتكون اصغر من الاتش برودكت. حلو كده؟ طب انا عايزه ارسم الرسمه بنفس الطريقه. تمام؟ ادي هنا البرودكتس، ادي رياكتنت وادي البرودكتس. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 4. هي دي بقى الاسئله ولا بلاش؟ تعالى بقى نشوف السؤال اللي يبان معقد دوت وهو اصلا يعني ما يعلم بالله الله. يلا بينا. بيقول لي study the following figures then answer. تعالى نشوف. نبص نشوف ادي رياكتنت وادي برودكت، ادي رياكتنت وادي برودكت. اول حاجه اعملها هعمل ايه؟ هشوف ده اكزو ولا اندو. يلا بينا. الرياكتنت اقل من البرودكتس، يعني انا عملت ابزوربشن للانرجي، يبقى ده اندوثيرميك، يبقى نمبر ايه دي اندوثيرميك. طب هنا الرياكتنت
اعلى من الايه؟ من البرودكتس، يبقى دي اكزوثيرميك. طيب تعالى بقى نشوف الكويستشن عايز ايه. which reaction required energy to occur؟ مين فيهم محتاج ياخد انرجي علشان يحصل؟ الاندوثيرميك اللي هو مين؟ ايه؟ اللي بعده. which reaction will increase the temperature of the surrounding medium؟ مين اللي هيخلي الميديم اللي حواليه مليان حراره سخن؟ انهي واحد فيهم اللي هيطلع لي هيت بره؟ اللي هو مين؟ الاكزوثيرميك اللي هو بي. بس خلصت. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. نمبر 5. study the opposite figures، برضه نفس الكلام then answer. تعالى نبص هنا ونشوف. ادي reactant ادي product، ادي reactant ادي product. طيب ده اكزو ولا اندو؟ الاثنين اندوثيرميك، ده وده. بس خلي بالك هنا انا عملت ابزوربشن لكميه هيت اعلى. لما كنا بنعمل الخط المحترم بتاعنا دوت اهو، دي كميه الهيت اللي حصل لها ابزوربشن، وهنا دي كميه الهيت اللي حصل لها ابزوربشن. تمام؟ يبقى 2 ده عمل ابزوربشن اكتر. طب تعالى نشوف السؤال عايز ايه. which reaction 1 or 2 absorbs more energy؟ 2. لو طلب الاكسبلانيشن، لو طلب ان انا اقول اكتر، هقول له والله هلاقي ساعتها ان الدلتا اتش بتاعت 2 اكبر من الدلتا اتش بتاعت 1. الاثنين هيبقوا بوزيتيف، بس واحده فيهم هتكون اعلى بكتير لان انا عملت ابزوربشن اعلى بكتير. تمام كده؟ طيب question 6. طيب لو جيت بقى وقلت لك ان انا عندي طريقه اسهل من كل ده. انا عندي الواحد مول اللي هو مديهوني ومريحني فيه بيديني ماينس 6.5 كيلو جول. لو انا جيت وسالتك وقلت لك طيب انا الاكس دي هتديني 4359 كيلو جول، يبقى الاكس دي بكام؟ تعال احسبها كده، هتلاقي ان الاكس دي عندك ب 6 مولز. طب هو مش طالب المولز، ده هو طالب الماس. تعال افتكر الرول بتاعك. الرول بيقول ايه؟ بيقول ان النمبر اوف مولز، لو انا عايز النمبر اوف مولز لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب الماس واقسمها على الايه؟ على الموليكولر ماس. طيب حلو قوي. تعالى بص كده، عندي ادي الماس اللي انا عايزه اجيبها بتيكوال الماس اللي انا عايزه اجيبها هتيكوال ايه؟ النمبر اوف مولز. انا عندي كام مول؟ نمبر اوف مولز، واضربها لي في الايه؟ في الموليكولر ماس. يلا بينا. النمبر اوف مولز انا طلعتهم ب6 تايمز الموليكولر ماس. الماس الواحده بتاعتي كانت بكام؟ لما جينا حسبناها قلت لك كام؟ 12 بلس 4 بلس 16 هتطلع لك بكام؟ هتطلع لك ب 32 زي ما طلعتها لك من شويه. طيب 6 تايمز 32 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 192 جرامز. حلتها كده او حلتها كده، الاثنين هيطلعوا لك نفس الايه؟ النمبر اللي هو 192 جرامز. تمام؟ يبقى انا كده اديتك طريقتين، يا اما من الاول خالص احول ال1 مول ده للجرامات بتاعته واشتغل بالجرامات على طول، او ان انا اشتغل بالمول واجيب عدد المولز واستخدم الايه؟ الرول بتاعي اللي في الاخر. تمام كده؟ طيب يلا بينا على اللي بعده question 7. طيب which of the following equations اللي هي 2s، او خلينا سوري from the following equation. انا عندي هنا ال 2s اللي هي السلفر، حطيت عليها عملت لها طبعا burning ب3 molecules من الاكسجين، هيطلع لي 2SO3. تمام؟ اللي هو الايه؟ السلفر تراي اوكسايد. طيب وطلع لي كميه من الانرجي اللي هي ايه؟ نيجاتيف 790 كيلو جول. يبقى ده اكزو ولا اندو؟ ده اكزوثيرميك. طب حلو قوي. What is the change value in heat content of combustion of 0.972 grams of the sulfur؟ يعني هو عايز من الاخر اقول له لو حرقت الكميه دي من السلفر هتطلع لي انرجي قد ايه؟ تعال نشوف. هو بيقول لي هنا ايه؟ الاثنين سلفر طلعوا لي الرقم ده. يبقى انا عندي الاثنين مولز من السلفر طلعت لي الرقم ده. طب 2 مولز من السلفر دي 2 مولز، يبقى 2 تايمز 32 طلعت لي الكميه دي اللي هي نيجاتيف 790 كيلو جول. تمام؟ تعال احسبها كده، تعال احسبها عندك. هتطلع بكام الرقم دوت؟ عندك هنا 64. يبقى 64 جرامز طلعوا لي قد ايه؟ طلعوا لي ماينس 790 كيلو جول. طيب حلو قوي. هو عايز قد ايه؟ هو عايز 0.972 جرامز.
هيطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي اكس. تعالى احسبها بقى. يبقى الاكس عندي بتساوي ايه؟ الاكس عندي بتيكوال 0.972 تايمز نيجاتيف 790 divided by 64. هتطلع لي بقد ايه كميه الانرجي؟ هتطلع لي ب 11.99 كيلو جول. هسيبها كده يا مس هنقص، هسيبها كده يا مس هنقص. ناقصني ايه؟ هو ده اكزو ولا اندو؟ ده اكزو ثيرميك، يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. اروح جاي كده زي الشاطر هنا كده واروح عامل كده، احط النيجاتيف. تمام؟ محدش له حاجه عندي، انا كده كاتبه لكم الانسر يعني اهو. تمام؟ في الورق. حلو كده؟ طيب زي الفل قوي. يلا بينا على اللي بعده. question 8. طيب question 8 ده لذيذ جدا، لذيذ جدا بجد وعامل زي اللعبه يعني التيبل ده. تعالى نشوف question 8 بيمشي ازاي. يلا بينا. طيب بيقول لي the heat content products، الهيت بتاعت البرودكتس مالها less than الهيت بتاعت الرياكتنت. يعني تعالى ارسمها لي كده. البرودكت اقل من الرياكتنت اهي. طب ده اكزو ولا اندو؟ ده اكزو ولا اندو؟ البرودكت اقل، يبقى ده اكزوثيرميك. يبقى التايب بتاعي ده اكزوثيرميك. طب اللي بعده ده reaction produce heat when it occur، لما بعمل الرياكشن ده بيطلع لي انرجي، يبقى ده ايه؟ اكزوثيرميك. الله ينور عليك. طيب الرياكشن ده NH4NO3 ده solid بلس H2O بلس 100 كيلو جول، ده اللي هنا انا عندي الانرجي او الثيرمال انرجي موجوده فين؟ موجوده في الاول، موجوده في الرياكتنت، يبقى دي اندوثيرميك عشان موجوده فين؟ في الرياكتنت. ركز. طيب ال NaOH بلس H2O طلع لي Na وOH، وخلي بالك ان التمبريتشر هنا حصل لها ايه؟ حصل لها انكريزنج. التمبريتشر حصل لها انكريزنج، طالما التمبريتشر حصل لها انكريزنج يبقى ده ايه؟ اكزوثيرميك. بص المشكله فين كانت عندي فين؟ كلمه انكريزنج في التمبريتشر بتاعت الووتر. تمام؟ دي اكزوثيرميك. طيب 2C2H2 بلس 5 molecules of water minus 7000. اول ما بشوف الماينس دي انا بص ما نكرهش في حياتنا غير الماينس، اخدها كده زي الشاطر واطلعها بره. طلعتها بره. طلعتها بايه؟ طلعتها بالبوزيتيف. طالما موجوده في البوزيتيف وموجوده بره في البرودكتس يبقى ده اكزو ولا اندو؟ ده اكزو. طيب انا خلصت كده لسه. تعالى بقى نشوف الساين. طالما اكزوثيرميك يبقى نيجاتيف، طالما اكزوثيرميك يبقى نيجاتيف. اندوثيرميك بوزيتيف، اكزوثيرميك تاني نيجاتيف، وان اكزوثيرميك تاني نيجاتيف. فل كده. طيب كده احنا خلصنا بارت 4. خلصنا بارت 4. عارفين يعني ايه خلصنا بارت 4؟ يعني خلصنا ليسون 1، خلصنا ليسون 2، بقينا بالظبط ليسون 3. ليسون 3 جميل جدا ولذيذ جدا جدا جدا. بارت النهارده على قد ما يبان ان هو خفيف، الاسئله فيه اقل بكتير يمكن من بقيه الاسئله او بقيه البارتس، ولكن مهم جدا ان انا اعرف الايكويشنز بتتحل ازاي، البروبلمز بتتحل ازاي. لازم يكون معايا كالكوليتر واتاكد ان انا ماشي الستبس بتاعتي كلها صح. انا عارفه ان البارت ده ممكن يكون تقيل شويه، هو زي ما قلنا اخفف الاسئله ولكنه تقيل ومليان ديتيلز. فانا معاكم خطوه بخطوه على البيج بتاعتي على الانستجرام او حتى على التيك توك. لو انتوا عندكم تيك توك وبتتابعوني هناك يعني ابعتوا لي برضه هناك هرد عليكم، او حتى في الكومنتس ابعتوا لي تحت. لينك الورق ده مهم جدا انه يتطبع بالموديل انسر. انا هحط لكم بالموديل انسر في كل الديتيلز اللي انا شرحتها. مهم جدا ان انتوا تفتحوا الورق ده وتحلوه بنفسكم زي ما انا حليته معاكم بالظبط. هتلاقوا كل حاجه موجوده تحت في الديسكربشن، وكمان في اول كومنت اللي بيكون بند اوريدي. تمام؟ اشوفكم على خير يا شباب اولى ثانوي. ذاكروا كويس، ذاكروا كويس، خلاص هانت. ومعلش انا عارفه ان الموضوع كبير شويه بس ذاكروا كويس، وان شاء الله اشوفكم في البارتس الثانيه. السلام عليكم.